السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أعزائي المتابعين؟ وش مسويين في هذا الحر اللي الله يرحمنا برحمته؟ أول حاجة هنعمل اليوم حلا سهل وبسيط زي ما احنا متعودين، زي العادة إن شاء الله إنه يكون سهل وبسيط وتكون دائما وصفاتي سهلة وبسيطة عليكم. هنعمل اليوم حلا بارد يبرد معانا في أجواء الحر هذه. خلاص، المكونات جدا بسيطة، بس نحتاج هذا البسكويت ليزي فينجر، البسكويت حق الترميسو. خلاص، عندي 1 كيس، عندي أي حشوة توت أو حشوة اللي انت تحبيها، حشوة مربى، حشوة نوتيلا مثلا إذا حابة تعمليها بالشوكولاتة، مانجا، ليمون، اللي تحبيه. اليوم هنعمل ميكس بين التوت والشوكولاتة، فعندي حشوة شوكولاتة جاهزة، وهنا عندي ايش؟ عصير التوت هذا المركز، انا حلته بمويه خفيفه عشان هنسقي بيه البسكويت هذا. طبعا انتم عارفين يعني في الترمسو بنسقيه بالحليب، بس انا اليوم طعم التوت ابغاه مركز فهسقيه بعصير التوت. اذا ما عندك، اذا في بلاد ما عندها هذا العصير المركز التوت، اي عصير توت في البقايا في السوبر ماركت تلاقي اي عصير توت تقدري تاخدي منه وتسقي بيه البسكوت ده. هنا كمان شوفوا ايش عندي، شايفين قوامها؟ هذه الشوكولاتة اللي عملت لكم هي قبل كم يوم، الاقتصادية. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الرحمن محتفظة بقوامها. شوفوا كيف لمعتها. هنعمل بيها، هنغطي اليوم هنعمل ليزي فينجر كيكة سويس رول، بس ما هنعمل كيكة، هنعملها ببسكوت الليزي فينجر بحشوة التوت وهنغطيها بالشوكولاتة. تمام؟ فقلنا ايش نحتاج؟ البسكويت واي حشوه انت حبتها. هنا كريم شانتيه جاهز، هتجيبي البودر، هتحطي له شويه مويه بارده متلجه وتخلطيه لما ياخذ القوام المطلوب بس. وهنا عندنا اللي هنسقي بيها عصير التوت، وهذا اللي هنغطي بيها الشوكولاته من برا. ممكن تغطيها بنوتيلا، ممكن تذوبي انت شوكولاته زي ما تحبي. خلاص، يلا هنقول بسم الله ونبدا. شوفوا حبايبي، بعد ما دهنا الطبقة اللي هي بالتوت، زي ما قلت لك في المرحلة هذه حابة تحطي مثلا توت قطع، حابة تحطي قطع فراولة، بلوبيري، يعني توت مشكل زي ما تحبي. إذا أنت حبتها بطعم الفواكه أو عاملة زي حبتها بطعم مكسرات، ممكن تحطي تعمليها سادة زي أنا اليوم هعملها سادة. خلاص، دحين هبدأ. ممكن في المرحلة دي للناس اللي هي حابة تقعد الطبقة بيضة تماما ما يلصق فيها اللون الأبيض، ممكن تدخليها الفريزة في المرحلة دي تجمد الطبقة هذه، وبعد كده نحط فوقها الطبقة البيضة عشان يديكي شغل حلو ومرتب. شوفوا حبايبي، لفيتها من هنا ومن هنا ومن كل مكان. يلا بينا استودعها عند الرحمن وادخلها الفريزة تجمد معانا 4 ساعات 5 ساعات طول الليل. كل ما جمدت تماما هتكون متماسكة معانا، هتكون في الشغل معانا مظبوط. يلا بينا هنستودعها عند الله وندخلها الفريزة. شوفوا حبايبي، بعد ما بردت تماما هنا عندي ايش؟ هنا عندي شوكولاتة هدهنها على الوجه بالشوكولاتة. هذه عبارة عن ايه؟ عبارة عن كريم شانتيه والشوكولاتة الاقتصادية اللي عملناها مع بعض. خلطت هذه مع هذه ادتنا هذا القوام، وبعد كده هدهن بيها الكيكة حقتنا وارجعها الفريزة كمان ساعة تتماسك مظبوط، وبعدين نحط الطبقة الثالثة. شوفوا حبايبي، بعد ما بردت تماما هنا عندي ايش؟ هنا عندي شوكولاتة هدهنها على الوجه بالشوكولاتة. هذه عبارة عن ايه؟ عبارة عن كريم شانتيه والشوكولاتة الاقتصادية اللي عملناها مع بعض. خلطت هذه مع هذه ادتنا هذا القوام، وبعد كده هدهن بيها الكيكة حقتنا وارجعها الفريزة كمان ساعة تتماسك مظبوط، وبعدين نحط الطبقة الثالثة. شوفوا حبايبي، شايفين طبقات الليزي فينجر اللي هو البسكوت هذا؟ شوفوا كيف طلعت ما شاء الله تبارك الله، وزيناها. وهنا نفسها لما كان ثقيل عملنا بيه اشكال وزينتها باي شوكولاتة تكون عندي. وشوفوا كيف طلعت اسهل ما يكون. عملنا كيكة سويس رول بالليزي فينجر بطعم التوت بحشوة التوت ومغطاية بالشوكولاتة. لعشاق الشوكولاتة والتوت الميكس هذا مرة هيعجبهم.
وجربوها، اسهل بكثير من الناس اللي يحبوا سويس رول بس ما تنجح معاهم الكيكه نفسها. بهذه باذن الله لازم هتنجح معاكم، لان اسهل من كده ما في.